السلام عليكم، شلونكم؟ يا رب تكونون بألف خير. اليوم إن شاء الله راح نسوي لكم الكيكة الإسفنجية بالنوتيلا والكراميل بطريقة كلش سهلة وطيبة، والنتيجة تكون روعة جدا. هاي الكيكة كلش رائعة وطيبة وهشة. خلينا نشوف الطريقة. راح نجيب طاسة أو كاسة أي شيء عندكم بالبيت يكون ما بيه لا دهون ولا قطرة مي، وراح نفصل البيض الصفار عن البياض وبهاي الطريقة الاعتيادية. وإذا ما دبرتوها ممكن تفصلوه بهاي الطريقة اللي أنا دائما أسويها، يطلع عندي الصفار عدل وكامل. بس ضروري لازم يكون البيض بارد حتى الفصل يكون سهل، ما يطلع عندنا الصفار ولا قطرة الصفار ويا البياض. وبعدها تخلون البيض يدفى بحرارة الغرفة وتبلشون بباقي الخطوات. يطلع عنا الصفار كامل وحلو عن البياض. وراح أبلش أضيف الفانيلا. هنا راح أضيف أكثر من نكهة، عندي نكهة البرتقال والفانيلا والكراميل على مود زنخة البيض أو زفرة البيض ما تبقى عندنا. راح أخلي ملعقة شاي من الخل الأبيض، ملعقة الشاي أو الملاعق القياسية اللي أستخدمها هذا اللي هو 5 ملي تقريبا أو أقل. وراح أضيف نصف كمية أو أقل من نصف الكمية السكر على الصفار، والباقي أضيفه للبياض على صفحة أو على جنب. وراح أخفق الصفار خفقة بسيطة شوي يتغير لونه مو هواية، وأضيف ملعقتين طعام أو أقل، تقريبا ملعقة ونص من الطعام من الزيت. وإذا ما تحبون تضيفون زيت تضيفون زيت حتى يصير عندها نعشة أكثر، بس أنا أخلي شوية زيت على مود تكون الكيكة طرية وحلوة. وبنفس الملعقة اللي قسنا بيها الخل الأبيض راح أضيف البيكنج باودر، هي هاي الملعقة الصغيرة مكتوب عليها 5 ملي أو 5 غرام. أنا أضيف البيكنج باودر بالبداية حتى يتوزع على الخليط وما يصير عندنا الكيكة عالية وناسية. وراح أضيف 3/4 الكوب من حليب السائل، وراح أقلبه ويا الصفار تقليب جيد يعني يكون عندنا حتى يتغير لونه. وأخيرا راح أضيف الطحين، عندنا 1.5 كوب من الطحين وربع كوب من النشا. النشا يعطينا كيكة هشة ولونها أبيض وتكون مثل المحسن، بس أني الطحين أخليه بقياسات الأكواب، هاي الأكواب القياسية. ضروري بالكيك الإسفنجي لازم تخلون الأكواب القياسية مو الأكواب العادية. ممكن بالكيكة العادية يعني احنا نستخدم أو أي كوب بالبيت، بس الكيك الإسفنجي لازم أكواب المعيارية أو هي هاي مال المقادير ثابتة. وبعدها راح أبلش ببياض البيض. أول شي أضيف رشة ملح على بياض البيض وأخفقه إلى أن يصير رغوي، وبعدها بالتدريج راح أضيف كمية السكر شوية شوية وأخفق إلى أن أوصل لمرحلة راح أراويكم إياها هسه. وهنا تقريبا بعد ما خفقته 3 دقائق أو دقيقتين صار عندي هذا الشكل. هذا معناته إنه بعد بياض البيض ما متجانس عندنا وما مخفوق جيد. هاي المرحلة راح تهبط عندنا الكيكة وتصير عندنا كيكة فاشلة. لازم نستمر بالخفق حتى نوصل على شكل المنقار اللي هسه راح أراويكم إياه بالأخير. وآخر إضافة راح أضيف ملعقة شاي من خل الأبيض حتى يتماسك ويانا، وإذا ما عندكم خل خلوا الليمون الحامض نفس الكمية. وشوفوا بعد ما خفقنا الخفق الممتاز والجيد حصلنا على هاي النتيجة الحلوة اللي يصير شكله شكل المنقار، وهو هذا احنا اللي رايديه، لأن أساس نجاح هاي الكيكة هو هذا الشكل. إذا ما طلع عندكم هذا الشكل معناته إنه الكيكة اللي من البداية راح تفشل وياكم. لازم تضمنون هذا الشكل حتى تطلع عندكم الكيكة مضبوطة وممتازة. وبعدها راح أبدي أضيف بياض البيض على الخليط الصفار. أول شي نقلبه تقليب سريع حتى نخفف كمية العجين اللي خفقناها بالبداية. وبعدها راح أضيف البياض على دفعات وأقلبه تقليب بطيء. هنا راح أخلي أو أفرش بياض البيض حتى بعدين أقلبه بطريقة الطوي، إنه أقلبه من الوسط للأعلى من الوسط للأعلى حتى يعني يتجانس كل الكمية ويا صفار البيض. هنا أنا بدي أكسر يعني جزيئات البياض، هي مثل الكيمياء، أكسر جزيئات البياض حتى يتجانس ويا الصفار. لا تقلبوه تقليب سريع، لأنه بس إذا قلبناه تقليب سريع راح يهبط عندنا الخليط وتفشل عندنا الكيكة. راح أستمر على هذا المنوال وأكمل كل كمية بياض البيض اللي باقية عندي. يكون يعني تقلبوه بخفة وبهدوء حتى ما يهبط عندنا الخليط. لازم تنتبهون على هاي النقطة، هاي أهم نقطة بنجاح هاي الكيكة. إذا ما سويتوا هاي الطريقة وإذا ما ضمنتوا شكل بياض البيض وقلبتوا بهالطريقة ما راح تنجح وياكم الكيكة. بس إذا طبقتوها بكل حذافير هتطلع عندكم كيكة مضبوطة وممتازة، والله راح تدعوا لي عليها، لأن هشة هشة بمعنى الكلمة، يعني
كلش لذيذة. وممكن تخلوها بقوالب كيك عادية تكون يعني بدون هاي الفتحة بالوسط، وتسووها كيكة عيد ميلاد أو مناسبة، أي شي تحبوه. يعني تقسمون الخليط على قالبين، طلع عندنا كيكة كلش هشة وعالية. وهنا بعد ما كملنا كل كمية البياض راح أخليه بقالب الكيك. شوفوا شلون خليط حلو ناعم وهش، يعني شوفوه ثخين وهش وحلو متماسك. راح أخليه بالقالب اللي دهنته وخليته طحين. أكو بعض الناس سألوني قالوا ليش ما تخليه راشي بالقالب الكيك الإسفنجي ويا راشي راح يتزحلق الكيك أو يهبط بسهولة. خلوا مسحة من الزيت أو زبدة ورشة من الطحين أفضل من الراشي. بس الكيك العادي خلوا راشي. لا تخلون هاي الطريقة، لأن أنا جربتها الكيكة الصعيدي مو كلش عالية ولا نافشة. وهنا الكيكة بعد ما كملناها يعني خليناها شوية، انطيناها طرقات خفيفة حتى تطلع كل الهواء. وبعدها خليناها بفرن تكون النار من الأسفل وتكون الحرارة متوسطة، مو الحرارة عالية ولا ناسية، أو 180 درجة. تقريبا أخذ مني وقت من ساعة إلى ساعة وربع. تخلوها براحتها. وبعد ما تبرد الكيكة تماما راح نجهز الكراميل. أنا سبق ونزلت لكم الطريقة والخطوات. بعد ما يبرد الكراميل ونكمله نعطيه خفقة بسيطة حتى يتغير لونه، يصير لونه عسلي كلش حلو بالتزيين. هنا عندي نوتيلا أنا ذوبتها شوية بحمام مي، يعني بس شوية حتى تطرى عندنا. وراح أزين بيها هاي الخطوط العشوائية ويا الكراميل، فالشكل يعني كلش حلو وراقي، بس الوقت هو بسيط وما يحتاج له وراح أزينه بحبيبات الشوكولا البيضة والسوداء. وهنا راح أقصها لكم الكيكة وأراويكم شلون هشة وخفيفة. وهنا بعد ما قطعت الكيكة شوفوها شلون هشة وخفيفة وطرية واسفنجية، يعني لأبعد حد. كلش كيكة هاي رهيبة رهيبة، لازم تجربوها وتشوفون الطعم واللون الأبيض الفاتح وهشة بشكل يعني. وايد مدحت بيها الكيكة اليوم، بس فعلا هي تستحق المدح، تستحق التجربة. هنا بعد ما يعني قطعناها لازم نذوقها قدامكم. الطعم يعني هيك خيالي، يعني هي تعتبر كيكة اسفنجية بامتياز. وهنا الكراميل والتوفي مدري الحبوبات الشوكولا وايد جوعتكم. شوفوا شلون هشة. راح اخليكم ويا المنظر تتفرجون. كيكة خرافية وهشة ولذيذة. إن شاء الله يا ربي عجبتكم وصفة اليوم وتجربوها وتدعوا لي عليها. وبألف عافية عليكم وفي أمان الله.